لو فاكر ان اذاعه التلفزيون هي انك تشتغل مذيع بس، او فاكر ان قسم اذاعه التلفزيون ملوش مستقبل وظيفي، او في حد لعب في دماغك وانت عاوز تخش القسم بس هو قالك انك هتتخرج وتقعد في البيت وهتركن على جنب، فركز معايا علشان انت كده فايتك كتير قوي. ركز معايا علشان في الحلقه دي انا هديك نبذه عن القسم، هنتكلم عن المحتوى الدراسي، هنتكلم عن سوق العمل، هنتكلم عن المجالات اللي انت ممكن تشتغلها لما تدرس القسم ده في كليه اعلام، هنتكلم عن التدريبات سواء كان التدريب اللي له علاقه بالقسم في الكليه بتاخده مجانا، او التدريبات اللي ممكن تاخدها بره الكليه وتساعدك في انك تطور من مستواك. ركز معايا علشان في مثل كلنا عارفينه بيقول ادي العيش لخبازه. فمعاك احمد حسن، طالب بقسم الاذاعه والتلفزيون كليه الاعلام جامعه القاهره، فادي العيش وادي خبازه. يلا بينا نتكلم عن الموضوع ده. دولار محبة. طيب خلينا اول حاجه نتكلم عنها، وهي ان انا اديك نبذه عن القسم بشكل عام. خلي بالك ان قسم اذاعه والتلفزيون، ولو هقول من وجهه نظري عشان ما حدش يزعل، ان قسم اذاعه والتلفزيون هو الافضل والاقوى في كليات الاعلام. وهنا قصدي على الاهتمام والقوه ومستوى الدكاتره ومستوى المحتوى الدراسي خاصه العملي. بما ان كلنا عارفين ان اعلام بتعتمد بشكل كبير على الشغل العملي، فاذا انسب قسم للشغل ده هتخرج من القسم ده حرفيا انت اتعلمت حاجات كتير جدا، اساسيات تصوير، اساسيات مونتاج، اساسيات انتاج بشكل عام سواء انتاج اذاعي او انتاج تلفزيوني. وده هيفيدك بشكل اكبر انك تقدر تشتغل في تخصصات تانية زي الصحافه او العلاقات العامه والاعلان، لان الاعلان فيه اخراج وفيه تصوير وفيه كتابه. يبقى اذا اذاعه والتلفزيون بتفيدك بشكل عام في كل محاور او كل المواضيع. انت بتنزل تصور، بتنزل تشتغل، بتدرس حاجه بعد كده بتنزل تطبقها، بتحضر ايفنتس، بتحضر تدريبات، عندك تدريب اساسي في الكليه وهنتكلم عنه بعدين. فقسم اذاعه والتلفزيون هو الاقوى، قسم اذاعه والتلفزيون هو نمبر 1 في الثلاث تخصصات بالنسبه لي. قسم اذاعه والتلفزيون ده لان بحبه جدا وبحب المجال ده، هو من وجهه نظري احسن حاجه في الثلاث تخصصات. وخلي بالك عشان بقول لك من وجهه نظري، وده لان انا شايف او حابب الحاجه دي فبشتغل فيها. بس انت لو مش حابب الحاجه دي فبالتالي هيكون افضل حاجه من وجهه نظرك هي الحاجه اللي انت مناسب فيها. فاذا انت ممكن تسمع من واحد بتساله اخش ايه يقول لك اخش علاقات، علاقات احسن من اذاعه، واحد تاني هيقول لك اذاعه احسن من علاقات، وممكن واحد تاني يتكلم عن صحافه احسن بكتير من الاثنين. فبالتالي انت بتحكم على الحاجه على حسب انت بتحب ايه وعاوز ايه وبتعرف تعمل ايه. بس بشكل عام، لان في الانترفيو حتى بتاع التخصصات اللي بتيجي تعمله قبل ما تتخصص بيكون اصعب انترفيو والكل خايف منه هو الانترفيو بتاع اذاعه والتلفزيون، وبيكون اللجنه كمان مشدده جدا على كل الطلاب اللي بتخش، ومش اي حد بيخش القسم ده. تاني حاجة هنتكلم عنها وهي المحتوى الدراسي. تعال اقول لك انت ممكن تدرس ايه في قسم الاذاعة والتلفزيون. طبعا انت بتتخصص يا من سنة تانية يا من سنة تالتة، وقلنا الكلام ده في الفيديو اللي فات، اللي لو انت لسه ما اتفرجتش عليه فتقدر تتفرج عليه من الاي اللي فوق. والفيديو ده كان بيتكلم بشكل عام عن نصايح مهمة تقدر انت تسمعها، بحيث لو انت لسه مش عارف برضه تحدد القسم اللي انت عايز تخشه تقدر تتفرج على الحلقة دي، والحلقة دي ان شاء الله هتساعدك. فاتكلمنا وقلنا ان المحتوى الدراسي بيكون عباره عن مواد اجباري، مواد اختياري، مواد ليها علاقه بالتخصص. ده في كليه الاعلام بشكل عام. المواد الاجباري بيكون ماده على الثلاث تخصصات الموجودين في الكليه. المواد الاختياري بيكونوا ماده او مادتين وبيكونوا مرتبطين بشكل ما بمجال الكليه او مجال الاعلام. التركيز هنا على المجال اللي ليها علاقه اجباري تخصص او ليها علاقه بالتخصص اللي انت بتختاره او بتخشه. في اذاعه والتلفزيون عندنا مواد كتير زي الاعداد والتقديم، عندنا مواد زي الاتصال الشخصي وبتساعدك انك تتواصل مع الناس وتتعلم اكتر ازاي انك تتعامل مع الطبقات الاخرى او مع البشر بشكل عام، ازاي يكون عندك قدره على التواصل والمشاركه. في ماده انتاج سواء كان الانتاج الاذاعي او الانتاج التلفزيوني، في مواد زي ماده الدراما، الكتابه، التصوير واساسيات التصوير، في ماده اسمها ماده الاخراج. في مواد كتير ليها علاقه بالقسم غير المواد اللي ليها علاقه بمعلومات تاريخيه ومعلومات عن نشاه الاذاعه او نشاه التلفزيون. في مواد كتير هتستفاد منها فعلا، وفي مواد انت هتبقى بتدرسها على انها نظري فانت بتذاكرها عشان تخش تنجح فيها، بس في مواد حرفيا انت بتاخد المنهج الدراسي بتاعها بيبقى بنسبه كبيره جدا معتمد على العملي، فانت اللي تدرسه بتطبقه وبتستفاد بيه في شغلك فعلا وبتطور من نفسك في الانتاج بشكل كبير. وهنا الانتاج بيعتمد على اساسياته كلها، من اول الكتابه والاعداد او من اول الفكره، وبنعلمك ازاي تجيب الفكره اللي هي تبقى اصعب مرحله، وايه اساسيات اختيار فكره او اختيار موضوع، مرورا بالجمهور المستهدف وانك ازاي تستهدف الفئه الصح، مرورا كمان بالكتابه
بنكتبها وازاي تكتب السكريبتات، بنعمل تقارير تلفزيونيه، بنعمل BSA او اعلانات توعويه، بننتج افلام وثائقيه وافلام دراميه، بتعمل شغل كتير جدا في قسم الاذاعه والتلفزيون. فمن الاخر من وجهه نظري لو انت بتحب او انت حابب انك تستمتع بدراستك فخش القسم ده. تاني، لو انت حابب تستمتع بدراستك خش قسم الاذاعه والتلفزيون، بس خلي بالك انك هتتمرمط كتير او هتشتغل عمل كتير. فانت لو حابب تستمتع بس هتضحي بشويه مجهود خش اذاعه وتلفزيون، مش بتاع مرمطه، بلاش تخش القسم ده. والكلام ده يقوله لك باقي الطلاب، لان انا بشوف بعيني ان طلاب قسم الاذاعه والتلفزيون بيتحركوا اكتر، بيشتغلوا اكتر، وهنا بتكلم عن الجزء العملي من حيث التصوير والانتاج والاعداد والاخراج وهكذا. طيب بعد كده خلينا نتكلم عن التدريب الخاص بالكليه او الكليه بتوفره لك وليه علاقه بالقسم. طبعا قبل ما نبدا في الموضوع على طول خليني اقول لك انك ممكن تعمل لايك عشان تدعم الفيديو بحيث غيرك يشوفه ويستفاد منه. كمان تقدر ان انت تعمل سبسكرايب للتشانل او البلاتفورم اللي هسيبها لك في الديسكربشن اللي اسمها ماسكوم بلاتفورم، عشان دي اللي هينزل عليها كل حاجه خاصه بالمجال، سواء كان المجال اعلام كدراسه او كشغل. كمان تقدر من خلال البلاي ليست هتظهر لك في الاي اللي فوق انك تتفرج على كل الفيديوهات اللي انا كنت عاملها عن اعلام، سواء عايز تعرف معلومات عن الكليه، عايز تعرف معلومات عن امتحان القدرات، عايز تعرف معلومات عن الثلاث تخصصات اللي موجودين في قسم عربي، بحيث لو انت مش عارف تتخصص ايه ومحتار هتقدر تشوف الفيديوهات دي كلها، والفيديوهات دي تقدر تساعدك ان شاء الله. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. خليني اقول لك ان كل قسم في الكليه ليه تدريب الخاص بيه، اذاعه وتلفزيون ليهم استوديو راديو واستوديو فيديو، فانت بتتدرب في الفيديو او في الراديو وبتتدرب في الفيديو على حسب برضه تخصصك في السنه اللي بعدها. يعني انت في اول سنه في القسم بتاخد جنرال، بتاخد ده وبتاخد ده، السنه اللي بعدها بتبدا تختار او تتخصص بناء على درجاتك، او هم اللي بيحددوا. يعني السنه بتاعتي انا اتحدد لي بشكل تلقائي فيديو ولا راديو بناء على الدرجات بتاعتك في التدريب. خلي بالك عشان التدريب لشغل عملي ملوش علاقه بالمواد، التدريب حاجه والمواد حاجه منفصله. التدريب ده بشكل عام انت بتخش الاستوديو الخاص بالكليه وبالقسم اللي انت فيه في الكليه، وبتتدرب بشكل عملي فقط عن المجال وعن طرق الانتاج، بتتدرب على نشرات الاخبار، بتتدرب على التصوير، بتتدرب على المونتاج، بتتدرب على الكتابه، وبتاخد سكريبتات ونماذج السكريبتات تمشي عليها في الانتاج بحيث يبقى معاك الاساسيات. ده غير ان في ميزه قويه جدا من مميزات الكليه بتوفرها في القسم، ان زي ما قلت لك الدكاتره في القسم حاجه فوق العظمه، الدكاتره حرفيا تستفاد منهم، لان كمان بغض النظر عن الدكاتره الكويسه اللي هي موجوده في الكليه وقد ايه انا استفدت منهم شخصيا وناس كتير استفادت منهم، في دكاتره وفي ناس كبيره جدا في المجال بتيجي تدي كورسات في الكليه. الناس او الدكاتره الكبيره دي او المخرجين بيجوا التدريب عشان يدرسوا لك حاجه لها علاقه بالعملي بناء على شغلهم. ممكن يجي لك حد شغال في BBC، حد شغال في القنوات الاخباريه الكبيره، حد شغال في القنوات الاخباريه المصريه، سواء كان مراسل سواء كان مخرج. فانت دخولك قسم اذاعه وتلفزيون فالتدريب بتاعه هتستفاد منه جدا جدا جدا. بعد كده في السنه اللي بعدها بتتخصص انت عاوز تخش فيديو ولا راديو، بعد كده بتبدا انت تتعمق اكتر وتتخصص اكتر في حاجه. بس خليني اقول لك نصيحه قبل ما اخلص نقطه التدريب بتاع الكليه وقد ايه هو مفيد. خلي بالك علشان بشكل عام شهادتك سواء انت في اي قسم من الاقسام الثلاثه، شهادتك اللي انت تتخرج بيها اللي هي هتكون اعلام مش كفيله او مش كفايه ان هي تشغلك، فانت كده كده هتضطر تلجا للتدريب الخارجي. وبالنسبه للتدريب الخارجي في مركز تدريب خاص بكليه الاعلام او خاص بجامعه القاهره مرتبط بكليه الاعلام، مركز التدريب الكليه موفراه علشان حضرتك تاخد فيه كورسات مدفوعه، والكورسات دي بتكون ليها شهاده، والشهاده دي بتكون معتمده لان هي من جامعه القاهره. ده غير الناس اللي بتيجي ناس كبيره جدا، ممكن يجي لك زي الاعلاميه هبه جلال او الاعلاميه ابا جاد او دكاتره كتير كبيره في المجال. ممكن تشوف في القسم شخصيات كبيره جدا زي هاني حتحوت او الدكتور عبد الرحمن سيلا مدير المراسلين في الغد الاخباريه، او غيرهم من الشخصيات المهمه والكبيره اللي ممكن تستفاد منهم بشكل عملي كبير جدا. وحتى لو انت في حد جاي الكليه ما استفدتش منه بشكل عملي، فانا هقول لك ركز معاه لانك هتستفاد منه على المستوى الشخصي. فده كان بالنسبه للتدريب في الكليه. نيجي لأهم حتة في الفيديو والناس كتير بتسأل عليها، المجال الوظيفي وفرص العمل. خليني في الأول أتكلم عن المجال الوظيفي أو إيه المجالات اللي أنت ممكن تشتغلها من قسم إذاعة وتلفزيون. بعدها هكلمك في حتة فرص العمل، وهل فعلا تقدر تشتغل بالشهادة بتاعتك لو دخلت إذاعة وتلفزيون ولا الموضوع صعب؟ أول
اول حاجه انت ممكن تشتغلها وهي الاشهر انك تكون زي كده بالظبط مقدم برامج او مذيع. دي حاجه. الحاجه الثانيه خلي بالك عشان انت عندك اذاعه تلفزيون واذاعه، فانت عندك مجالات وتخصصات تقدر تشتغلها في الاذاعه، نفس الكلام في التلفزيون. انت عندك ليست هنا وليست هنا. طيب اي مرحله انتاج بتمر بكذا خطوه. من اساسيات الشغل انك يكون عندك فكره او تكتب محتوى. يبقى انت ممكن تشتغل في الكتابه، وتيم الكتابه مش بيكون فرد، او تيم الاعداد مش بيكون فرد. وكمان تقدر تشتغل في اعداد النشرات او اعداد البرامج او اعداد محتوى حتى على السوشيال ميديا. وهنا بقول السوشيال ميديا لان احنا بقى عندنا حاجه اسمها الاعلام الرقمي. ولأهميه الاعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي والانترنت بقى في قسم كامل خاص اسمه قسم الاعلام الرقمي في كليه الاعلام. مش بتكلم هنا على اعلام القاهره بس. طيب مرورا بالاعداد والكتابه والسكريبت رايتنج، تقدر تشتغل في المونتاج. المونتاج هنا بينقسم لحاجتين، تقدر تمنتج موشن جرافيك. يعني ايه؟ يعني الرسومات المتحركه، التكست اللي رايحه جايه، الصور اللي بتظهر وبتختفي، الانيميشن، الشخصيات اللي بتتحرك. تقدر تشتغل في الموشن، وده سعره غالي جدا وبيتم احتسابه بالدقيقه، ده غير ان الشغل بيكون فيه بالدولار مش بالجنيه. فانت تقدر تشتغل في المونتاج سواء كان موشن جرافيك او تشتغل في المونتاج اللي هو التركيب والقص واللزق واللصق والحاجات دي، انك تركب صوت على صوره او صوره على صوت، او ترتب السيكونس، او انك تعمل ترتيب وتسلسل في التايم لاين، او انك تبني قصه او تبني حدث، او اللي هو المونتاج بتاع السرد زي مونتاج البرامج الاذاعيه، وده بنشتغل فيه على الاوديشن ومكساج الصوت وهندسه الصوت. انت تقدر تشتغل في الهندسه الصوتيه او انك تشتغل في مونتاج الصوت. دي حاجه. تقدر كمان تشتغل في مونتاج الفيديو زي ما قلنا، سواء كان الموشن او الافلام او المسلسلات او الناس المحترمه اللي بتقدم محتوى على السوشيال ميديا، او مونتاج الاعلانات. كمان ممكن تشتغل مراسل تلفزيوني لو انت بتحب انك تنقل اخبار وتسافر حتت كتيره في العالم. لو انت اشتغلت في قناه خارجيه او قناه داخليه تغطي اخبار، ممكن تشتغل في فريق الاخراج. وانت مش عندك مخرج بس، انت عندك مخرج ومساعد مخرج ومخرج منفذ. ممكن تشتغل مهندس صوت، مهندس اضاءه، مصور، تشتغل في التصوير سواء كنت مصور صحفي او مصور تلفزيوني، انك تكون من تيم التصوير، فريق التصوير اللي بيصور البرامج او الافلام او المسلسلات. ممكن تشتغل في او التعليق الصوتي، ممكن تشتغل الدوبلاج. فقسم اذاعه والتلفزيون في مجالات شغل كتير، غير ان السوشيال ميديا برضه بتوفر لك مجالات شغل. فاذا انت توفر لك شغل في الاعلام التقليدي وشغل في الاعلام الالكتروني او الاعلام الرقمي. طيب ده كان بالنسبه لمجالات الشغل اللي ممكن يكون في حاجات كتير انا ما قلتهاش برضه. كده يبقى لنا سوق العمل ممكن تلاقي شغل ولا لا. طيب بما ان احنا هنتكلم بقى عن فرص العمل وهل ممكن الاقي شغل ولا لا، خلينا اقرب منك شويه كده ويلا بينا نتكلم عن سوق العمل. خليني بس في البدايه اعرفك ان دلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها الاعلام الرقمي او الاعلام الالكتروني والاعلام التقليدي. ممكن تكون بتسمع وانا سمعت وكلنا سمعنا قبل اساسا ما نخش الكليه ان مش سهل وصعب جدا تشتغل في الاعلام. ممكن يكونوا معاهم حق، بس انا بشوف ان العالم كبير والناس كتير والشغل موجود والكل مجتهد النصيب. ولو انت اتطورت وركزت وتخصصت في حاجه واحده بس، يعني بلاش تشتغل جرافيك ديزاينر وكونتنت كريتور وبريزنتر ومونتير اديتور ومش عارف اشتغل في الموشن وبشتغل في الجرافيك لا 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 لا. انت تركز في حاجه واحده بس يا معلم وتطور من نفسك فيها. وزي ما قلنا في الفيديو بتاع التخصصات، انك في اعلام بتعرف حاجه في كل حاجه وبتعرف حاجات كتير في حاجه واحده بس. والحاجه الواحده بس دي هي اللي انت بتبدا ان انت تتطور فيها، تتخصص فيها وبتشتغل بيها. يبقى اذا بتخصص في حاجه واحده بس. انا عايز اكون مخرج، عايز اكون مقدم، عايز اكون مراسل، عايز اكون معد، عاوز اكون مصور، عاوز اكون وهكذا. تبدا انت تتخصص في الحاجه دي، تبدا ان انت تاخد فيها كورسات كتير جوه وبره، تبدا ان انت تطور من نفسك فيها، تبدا ان انت تطور اكتر واكتر واكتر واكتر، تبدا ان انت تعمل تغذيه وتشوف وتشتغل على ارض الواقع وتعمل شغل لنفسك وتعمل سي في قوي وتعمل بورتفوليو او معرض اعمال ليك يكون في شغلك ده، بحيث اللي يخش يشوف يقول الراجل ده بيفهم، الراجل ده ليه لمسه، الراجل ده ليه وجهه نظر. يبقى اذا ده هيوفر لك انك يكون عندك شغل او يوفر لك فرصه شغل. واجي اقول لك تاني، العالم كبير والناس كتير والكل مجتهد النصيب. انت اشتغل واسعى واعمل اللي عليك، وجالك شغل او ما جالكش، بتكسب كتير بتكسب قليل، دي حاجه بتاعت ربنا. المهم انك سعيت واشتغلت واجتهدت، ربنا شاف هيديك جزائك على الشغل ومش هيديك جزائك على النتيجه. ولكن خلي بالك انك تاخد بالك من كل خطوه وكل حاجه بتعملها عشان ما تسوحش نفسك، وبعد مده كبيره او فتره كبيره تحس ان انت كنت في المكان الغلط اساسا من الاول.
طيب قبل ما نختم الحلقه خليني اجاوبك على سؤالين اكيد بيدوروا في بالك دلوقتي، وهما السؤالين. اول سؤال بيقول ايه الشروط اللي تخليني اخش القسم، او ايه الشروط اللي انا المفروض اكون محققها لما اجي اعمل الانترفيو او اختار القسم كرغبه اولى. اول حاجه انت تقريبا المفروض تكون جايب جيد جدا على الاقل في القسم ده او في الماده الخاصه بالقسم في السنه اللي قبلها. زي ما قلت لك الانترفيو بيكون صعب جدا، بيجيبوا ناس تقيله جدا في المجال وفي الاعلام. اليوم ده كله بيبقى لابس بدل بقى ومتشيك بس المهم ان انت تعرف ترد كويس على اللجنه اللي موجوده وفعلا تقنعهم بيك. ولو عاوزيني اعمل فيديو عن اللي بيحصل في الانترفيو او الانترفيو بيتم ازاي، او انا عملت ايه واتعاملت جوه اللجنه ازاي بغض النظر عن اللي حصل، وان هم كانوا بيحاولوا يحطوني تحت ضغط، او اللي هو يقعدوا يهزروا ويتريقوا عشان يشوفوا ثقتي بنفسي، او كل التريكات والحاجات اللي حصلت، وازاي انك تزنق اللجنه في حته انت تخليهم يسالوك فيها بحيث دي الحته اللي انت متمكن منها، فتلاقي نفسك خارج فرحان وتتقبل في الانترفيو. انزل الكومنتات تحت وقول لي انك عاوز الفيديو ده، لان انا ما كنتش ناوي اعمله، لان زي ما قلت لك في بلاتفورم اسمها ماس كوم بلاتفورم، دي هيكون عليها كل الفيديوهات الاعلام اللي ليها علاقه بالدراسه او اعلام كشغل في الفتره الجايه، عشان القناه دي هتكون مسؤوله عن البرامج الرياضيه فقط على السوشيال ميديا او على مواقع التواصل. وقلت لك في الحلقه اللي فاتت ان انا عايز اكون مقدم برامج رياضيه، فبالتالي دي اخر مره هتكلم فيها عن النوع ده من الفيديوهات او النوع ده من المجال. فانت لو عاوز فعلا تشترك في قناه او تعمل لايك لحاجه تتابعها اول باول وتفيدك باستمرار سواء قبل دخولك الكليه او بعد دخولك، او حتى لو ما دخلتش وعايز تشتغل في المجال، فتقدر تعمل سبسكرايب لماس كوم بلاتفورم وتعمل فولو لكل لينكات التواصل الاجتماعي انستجرام فيسبوك تويتر وهكذا. طيب السؤال المهم اللي ممكن نقوله تاني غير الشروط القسم، هل ممكن دخول قسم اذاعه وتلفزيون او اي قسم تاني يخلق حاجز بيني وبين قسم اخر؟ يعني ايه دخلت اذاعه وتلفزيون يبقى في حاجز بيني وبين علاقات والصحافه؟ لا. ليه؟ لان احنا قلنا الاسباب كلها في الفيديو اللي هسيبه لك في الاي وقلت لك روح اتفرج عليه بتاع التخصصات. طيب كده اكون خلصت حلقه النهارده اللي اتكلمنا فيها عن قسم الاذاعه والتلفزيون، اتكلمنا عن المحتوى الدراسي وسوق العمل وفرص العمل والتدريب، واتكلمنا عن نبذه عن القسم وعرفتك الدنيا بتمشي ازاي. وحقيقي انا من المحظوظين اللي دخلت قسم الاذاعه والتلفزيون، لان حياتي الجامعيه او دراستي الجامعيه بقت بالنسبه لي شيء ممتع، لان انا دخلت الحاجه اللي بحبها. فانت قرر انت عاوز تخش ايه، خش الحاجه اللي بتحبها عشان ما تضغطش نفسك، لان اعلام كلها شغل، اعلام كلها ضغط، فانت الضغط في حاجه بتحبها. كده نكون خلصنا اذاعه وتلفزيون. استنى الحلقه الجايه هتكون عن العلاقات العامه والاعلان هنا في القناه. سلام.